هكذا كان حديث باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. من اين تبدا؟ في كثير من الايجابيات ذكرها، وهناك من يرى انه فعلا نعيش بطولة عالية المستوى كما ذكر، وكذلك استضافة جميلة فنية مستوى عالي. لا بالطبع، يعتبر الكل يعتبر وأنه بطولة إفريقية استثنائية بالحقيقة بمميزات عالمية. وتحدث كذلك عن كونه ربما بعض السلبيات يقع معناها تضخيمها، وهذا ربما معناه مش يقع تضخيمها، لأنه لا نتحدث عن القطار الذي يصل في الوقت، نتحدث عن القطار الذي لا يصل في الوقت. هذا هو. تحدث أيضا عن كونه كل التذاكر نفذت بالنسبة للفرق الإفريقية منذ اليوم الأول. طيب ما كان يجب أن يكون هناك وقت آخر للمباراة النهائية أو للدار الإقصائية أن تباع ونافذة أخرى؟ ترك بعض على دفعات. بالطبع. فما ملاحظة نحب نقولها، ملاحظتين بإيجاز بالنسبة للتأخير نتاع كأس الإفريقية المقبلة من شهر فبراير إلى أغسطس. فبراير واحنا نحكي على طقس أغسطس في قلب القاعة معناها القارة الإفريقية صعب جدا مع وهذا شوف هذه الحقيقة معناها ما نشاهده إلا في إفريقيا. ما تشاهدش كأس أوروبا تؤخر لسبب ما، أو كأس عالم تؤخر لسبب ما، أو كأس آسيا تؤخر لا، هذا معناها فعلا هذا يقلقني شوية. ثم الملاحظة الأخيرة، حكام الفار حقيقة اعترف وأنه يلزمنا نقويه في التكوين متاعهم، لأنه فعلا إذا كان فما معضلة مش في التحكيم وإنما في حكام الفار، فعلا هذه ربما من النقائص اللي يمكن تداركها. عموما كأس إفريقية ستدخل التاريخ. وذكر لا نراعي أوروبا في مسألة الرزنامة والتخطيط. هو ما قال، ومن حقه أنه يقول لا نراعي أوروبا، ولكن اللي لاحظوه مع الأسف هو يشيد بالكؤوس الإفريقية وأنها ممتازة وأن مواعيد تخول البلدان معناها تنمية البنية التحتية، وهذا كان لأنه كل عامين، الآن كل 4 سنوات. هم تناقض بالطبع. موتسيبي نحييك. الأهم أن نعيش أفضل نسخة من ناحية الاستضافة. نعم يا مشاري أنك تجمع كل هذا الذي قالوا من بداية البرنامج حلقات وإلى الآن، تجمع ما قاله فتح على بطولة. نحتاج إلى سنتين. ودي الموتسيبي لعل قلبه يحن ويرجع شوف، ندوة صحفية أو مؤتمر صحفي جرت العادة أن يعقده رئيس الاتحاد الإفريقي ليلة إجراء المباراة النهائية وإسدال الستار على بطولة، وبطبيعة الحال الكثير من النقاط التي أشار إليها، بطولة بمعايير عالمية، بل إنه قال أيضا أن هذه النسخة ستكون مرجع بالنسبة لتنظيم الكؤوس الإفريقية مستقبلا. أتمنى ذلك من صميم القلب، لأنه في الدورة القادمة إن شاء الله غتكون عن 3 دول. أيضا النقطة التي أشار إليها هو أنه كل من تحدث بشكل سيء عن هذه البطولة أتصور على أنه كان خارج النص، لأنه بطولة بكل مقاييس بطولة رائعة وممتازة. ثم أيضا تكلم عن التحكيم، والذي أعجبني في الكلام ديالو قال نحن سجلنا العديد من الملاحظات وعملنا على تطبيق هذه الملاحظات، بحيث أنه لم ينزه التحكيم من الأخطاء التي ربما قد تكون ارتكبت، لكن قال على أن كنا نأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار. جميل. ذكرت اللهجة المغربية. الكلام ديالو. كلام ديالو. كلامه. اسمع ديالو يلعب مع السنغال. لا ديالو يا رب نقول هو سيروا يا اولاد. ديالو السنغال وابراهيم دياز ديالو. يلا صابر. يعني انا شايف ان هو كان متزن جدا في المؤتمر النهارده، دافع عن الاتحاد الافريقي وهذا حقه، ودافع بشكل ضمني عن الحكام كمان وهذا حقه تماما. والجزئيه تحديدا انا يمكن انتظرته يلبي اللي قاله فتحي ان هو في تغيير وانه هيرجع تاني في كلامه يعمل بطوله كل سنتين، ولكن اللي قاله النهارده بيأكد ان هم عندهم اصرار ان البطوله تبقى كل 4 سنوات،
وخصوصا مساله التاجيل بتدعم فكره ان اقامه البطوله كل 4 سنوات، لان افريقيا حتى الان غير جاهزه لهذه الامور. انا اعتقد ان هو كان متزن جدا في تصريحاته، وما حصلش، لم يحدث اي مفاجآت اليوم في تصريحات متسبي. وهو طبعا اسعد واحد في هذا التوقيت يا مشاري، لانه البطوله تقريبا انتهت وحققت النجاح اكثر مما كان يتوقع. فمتسبي تحديدا هو اسعد انسان في القاره الافريقيه في هذا التوقيت. حسام الدين احمد، توقعاتك لهذا النهائي الكبير، توقعات النتيجه، توقعاتك دائما تصيب ام تخطئ؟ تصيب. ان شاء الله، ان شاء الله تصيب. انا اولا ستكون اروع مباراه واحسن نهائي. وستكون ايضا مباراه متوازنه، وسوف نشاهد اداء وحماس والتزام. لكن قول يتفرج المقابله قدامه. لكن انا والله انا اثق ان منتخب المغرب سيفوز ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ليس لانني اتمنى هذا، لكن بما قدم منتخب المغرب. ايضا ثانيا، لا يمكن انتظار اللقب بعد 50 عاما ويترك هكذا. لا 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 يمكن. أنا أثق وإن شاء الله سيكون هكذا، سأكون مغني غدا إن شاء الله. مغني إن شاء الله. مساء الخير. إذا رغم هذه الأجواء المطيرة في العاصمة الرباط، لكن لا تزال الجماهير المغربية تمني نفس بمباراة الغد ضد السنغال وتتوقع نتيجة، وتطوف حول ملعب مولاي عبد الله هنا في الرباط، الملعب يستضيف المباراة النهائية. معنا بعض الجماهير لعلنا نتعرف على توقعاتها لهذا اللقاء. توقعاتك للمنتخب المغربي غدا ان شاء الله؟ السلام عليكم. انا اتوقع ان المنتخب المغربي ان شاء الله غدا سيفوز بنتيجه 2-1، واتوقع ان ابراهيم دياز وعبد الصمد الزلزولي سيسجلان هدف. نعم، توقع دقيق للغايه. معنا ايضا مناصر اخر، توقعك للمنتخب المغربي؟ ان شاء الله غدا الماتش غادي يكون مزير، وغيكون ان شاء الله نقدروا نمشيو لثلاث بلانتيات، ولكن عندنا الامل المنتخب غادي يديها وغتبقى الكوب هنا ان شاء الله. السنغال فريق قوي مليء بالنجوم، ولكن المغرب ايضا يتوفر على دياز بونو. يعني توقعاتك كيف ستسير المباراه؟ المباراه ان شاء الله راهم الدراري لاعبين في تيرانهم كيف ما تنقولوا، واكيد غادي ننتصروا، والنتيجه تنتوقع 2-0. غيكون الهدف ديال ابراهيم دياز كيف ما تنقولوا، السي ابراهيم ضروري غيدير والهدف الثاني على حسب التوقعات ديالي على المباراه اللي دازت ديال السنغال السابقه غيكون شي هدف ديال النصيري بحكم الطول ديالو، وان شاء الله مربوحه كما تنقولوا. ان شاء الله. توقع اخير، توقعاتك 1-0 ان شاء الله. مين يسجل؟ المغرب. لا، مين اي لاعب؟ حكيمي مضربة خطا. اوكي ان شاء الله. اخر توقع. باموس للمغرب. التوقع ديالي ان شاء الله عندنا منتخب عالمي قوي ان شاء الله، التوقع غنربحوا بلا بيلانتيات. بامو! هذه الاجواء الاحتفاليه تحت الامطار. اعود اليكم. شكرا لعمرو. في هذه الاجواء الاحتفاليه مستمره، ولكن هذه المره في الرباط مع طارق احمد. نتابع. مرحبا مشاري، تحية لك من هنا من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا من شارع النصر، حيث بدأت الاحتفالات استبشارا بأمطار الخير وتفاؤلا بالمباراة النهائية لكأس أفريقيا التي بقي عليها 24 ساعة فقط، والجمهور المغربي ينتظر بفارغ الصبر هذه المباراة من أجل تحقيق حلم طال انتظاره ل5 عقود. للحديث أكثر مع هذه الفرقة التي كانت للتو تحيي بعض الفولكلور الموسيقي، يعني أجواء احتفالية انطلاقا من اليوم في انتظار اليوم الكبير غدا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على المبادرة. مجموعكم مجموعة الدار الكبيرة برئاسة مهدي قوة. الحمد لله غدا غادي يكون واحد الاحتفالات جد 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 رائعة بزاف، ونتمنى من الله نفوزوا بهذا اللقب. مباراة كبيرة غدا ان شاء الله بالفوز، بغينا نربحوا ان شاء الله غدا ان شاء الله. شو توقعات؟ ان شاء الله نديو الكاس ان شاء الله باذن الله. يعني الاحتفالات انطلقت من اليوم وان شاء الله تكمل غدا.
ان شاء الله غدا ستكون مقابله كبيره ومقابله صعيبه بزاف بالنسبه للمغرب المنتخب المغربي، ولكن تنتمنوا بالله بان نخرجوا بشي نتيجه اللي مزيانه اللي نفرحوا الشعب المغربي ونشرفوا الكره المغربيه ونهديو هذا الكاس الملك ديالنا المغرب كامل، وان شاء الله نحتفلوا بهذا العيد اللي غيكون كبير ان شاء الله. اعطيونا وصله ان شاء الله هيك على يلا. هكذا إذا هذه الأجواء. شكرا لطارق، إذا ماني غلطان يا بدر وتصحح لي يا مبروك علينا ما زال ها؟ هذه تغنى بعد توقيع الاهداف وايضا بعد الفوز. مبروك علينا هذه البدايه ما زال مبروك علينا. ان شاء الله نغني ان شاء الله بكره ان شاء الله سأصبح مغني غدا ان شاء الله معكم، ونذكركم في موعد النهائي الكبير، النهائي المنتظر، نهائي كأس افريقيا كاف توتنجيز المغرب 2025. السنغال المغرب وجه لوجه في هذه القمه الكبيره، نهائي العمالقه في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، حصريا عبر قنوات بين سبورت، وسنكون معكم إن شاء الله بعد الاستوديو، وستكون هناك تغطية خاصة حصرية استثنائية من قلب الحدث باستديوهات قنواتكم بين سبورتس. وصل معكم إلى ختام المساء الرياضي. شكرا فتحي، شكرا حسام، شكرا بدر، وشكرا صابر.